السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة النهرين الإخبارية. نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج سالفة ورباط. فأهلا وسهلا بكم. سالفتنا اليوم عن رجل كبير بالعمر توفى بداية الثمانينات، اسمه أبو جاسم. مرة سولف سالفة يقول كنا في أحد المحافظات العراقية، وكنت أنا قبل حرامي. فمرة وصفوا لي تفقة بمكان بعيد، احنا اثنين انا وصاحبي رحنا عليها حتى نبوكه. يقول صعدت الفرس وخليت صاحبي وراي، ووصلنا للمكان المقصود اللي وصفوا لي إياه. المهم وجدنا المكان ورحنا بالليل ورا ما نامت العالم. رجعنا انا وصاحبي. خليت صاحبي لازم الفرس بمسافة بعيدة عن العرب، واني طبيت للعرب. وصلت للبيت المقصود. طبعا هو بيت شعر، وبيت الشعر يعني معناها البيوت اللي البدو الرحل هم اللي يبنوه. فيقول طبيت البيت الشعر، لقيت مرة تطحن بالراحة. فاجيت يقول افتريت من ورا البيت وطبيت، دورت التفقة ولقيتها. أردت أخذها وأطلع، المرة تطحن قامت من يم الطاحونة. يقول أنا شفتها قامت، أكو مرة ثانية نايمة بالحوش، اتمددت بصفها. منا لمن رجعت المرة للرحة مالتها، بهالأثناء قمت ويا قومتي المرة اللي تطحن شافتني وصرخت، والمرة اللي بصفي على الصوت هم سمعت الصوت وصرخت. أنا أخذت التفقة وشرديت، وصلت لصاحبي. خلينا صعدنا على الفرس، حطينا التفقة ويانا وشردنا. وصلنا مسافة بعيدة، قلت لصاحبي أوقف أوقف أوقف، إحنا ما نروح لهنا. قال ها أخوي ليش؟ خيرك؟ قلت له يمكن راح تصير مشكلة من وراي، لأن المرة تطحن شافتني نايم بصف المرة الثانية اللي نايمة بالحوش، وعبالها غير شغلة. قال له هسه والحل شو نسوي؟ قايل له نظل بمكاننا للصبح، وأنا أروح للعرب وأنت ظل هنا، إذا ماكو شي أنا جايك وناخذ التبقى ونمشي، وإذا أكو شي نشوف شلون تصير. والله يقول خليت صاحبي ورجعت للعرب، وصلت يم بيت شيخهم، سلميت وقعدت على أساس أني خطار. لقيت العرب تريد تتعارك، أهل المرة وأهل الزلمة، والسالفة مثل ما توقعتها. فعرفت الشيخ مالتهم قاعد، فقلت له محفوظ تنطيني البخت، يعني معناها تنطيني الأمان وأنا أحلك هاي الشغلة. قال لي إلك البخت. بهاي الأثناء الديوان كله سكت وكلها تباوع علي. قلت له محفوظ سؤال وجه للقاعدين، أكو واحد بالديوان كله هذا يعرفني؟ باوعوا علي كلهم. قالوا له لا ما نعرفك. قلت على مود ما يقولون انه هذا عشيقها وشايفينه قبل. قلت لهم عمي اني اقول لكم السالفه، اني حرامي وسالفتي كيت وكيت، وسولفت لهم السالفه كلها. قلت لهم انا تسترت بالمره النايمه حتى لا تشوفني المره تطحن. يقول العرب كلها حمدت رب العالمين انه ما صارت بيناتهم طلايب. والشيخ قال لاهل المره عليكم 5 دنانير، ورجل المرأة عليه 5 دنانير. والشيخ قال أنا علي 5 دنانير وقاط إلك وقاط صاحبك، والتفقة هم إلك. طبعا سعر التفقة في ذاك الوقت 5 دنانير، وال5 دنانير بذاك الوقت كبيرة. فيقول أنا جاوبت الشيخ قلت له هديتكم مقبولة، بس التفقة ترد صاحبها الراعيها. والله مشينا أخذ أنا وكم واحد من العرب، وصلنا يم صاحبي رجعنا التفقة وأخذنا هديتنا ورجعنا.
ومن هاي السالفة بطلت من الحرام وتبت، وأسأل الله أن يغفر لي. رباط سالفتنا هسه، أكو واحد من هذول حراميتنا عنده غيره مثل أبو جاسم ويستر هذا الشعب المظلوم؟ هم بيهم واحد يقول كافي بعد، تبت وينصف هذا الشعب؟ رباط السالفة يمكم، والعاقل يفهم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج سالفة ورباط. كان معكم محدثكم رياض العبودي من قناة النهرين الإخبارية. نودعكم على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجنا. دمتم بألف ألف خير.